يا كابتن بيبو صح النوم، يناير فاضل في كام يوم. النهارده 21 يناير والنادي الاهلي لم يعلن عن التعاقد مع اي صفقه في انتقالات يناير الشتويه. بكره الاهلي اللي عنده ماتش مع فاركو في الدوري، في دوري صعب، دوري رخم، دوري من دور واحد. منافسك فيه بيراميدز اللي عنده ثلاث فرق تقريبا، كل خط فيه ثلاث او اربع لعيبه. الاهلي بكره عنده ماتش مع فاركو، داخل بقايمه شبه، يعني شبه مفيش لعيبه فيها. يعني انت بتتكلم بكره، ما عندكش خط هجوم، ما عندكش غير اتنين مهاجمين ناشئين ما لعبوش فريق اول قبل كده. سمير محمد اللي خد دقايق قليله جدا مع كولر وما خدش الفرصه كامله، وكولر كان كل مره بينزله فيها كان بينزله في ماتش احنا الدنيا معقربه فيه وخسرانين فيه او متعادلين ومحتاجين نجيب جول في اخر الدقايق، وطبعا كان بينزل ما بيقدرش يقدم اي اضافه، لان مفيش لاعب في السن ده هينزل يأدي يقدم اي اضافه في وقت قليل زي ده. وعندك حمزه عبد الكريم مهاجم ناشئ اخر، هم دول المهاجمين اللي في خط هجوم النادي الاهلي بكره. بقيه القائمه طبعا اللي فيها نواقص كتير جدا، بتتكلم في سواء في الدفاع، سواء في نص الملعب، سواء في مركز حراسه المرمى، حتى اللي حمزه علاء مش موجود في قائمه المباراه بكره، بسبب ان في كلام انه مش عايز يجدد عقده مع النادي الاهلي وعايز يمشي، عايز يروح بيراميدز، عايز يحترف، جاي العروض. حمزه علاء اللي الواحد اكتشف ان هو بياخدش غير 30,000 جنيه في الشهر و... والنادي الاهلي ما كانش عايز يجدد له عقده، يعدل له عقده الفترة اللي فاتت، وسايبه لحد ما جاي العروض من أندية تانية في الدوري المحلي وأندية من بره. ولكن هنشوف طبعا هيحصل ايه مع حمزة علاء الفترة الجاية. فطبعا إدارة الأهلي كل يوم بتثبت تخاذلها وبخلها وفشلها في ملف الصفقات. ما بنتكلمش على إن إدارة الأهلي فاشلة عموما. إدارة الأهلي من ناحية البطولات والإنجازات طبعا من أفضل فترات النادي الأهلي في البطولات في تاريخ الكورة، مع مجلس الخطيب، مع مجلس كابتن محمود الخطيب. ولكن في ملف الصفقات من يوم ما كابتن الخطيب جه وهو ملف فيه مشكلة، ملف فيه إدارة بشكل سيء، ملف فيه عدم وضوح. صفقات بيتم التفاوض معاها فجأة يقول لك لا احنا ما تفاوضناش، فجأة لا احنا اللعيب فيه مغالاة مش هنجيبه. كابتن عادل القيعي امبارح طالع ولا اول امبارح طالع يقول لك احنا في انديه ساعدناها ولكن تخاذلت واديناها ثلاث او اربع لعيبه، ولكن تخلت عننا وما مرضتش تدينا لعيبه. تقريبا الكلام رايح على زد ناحيه المدافع احمد العش، اللي كان في كلام ان النادي الاهلي خلص معاه وان في جلسه تصوير في التتش وي وهيعلن عنه بعد ماتش اورلاندو. طبعا الماتش الكارثي اللي احنا خسرناه في دوري الابطال بشكل غريب جدا، برضه بسبب النواقص اللي في الفرقة. ولكن بعد كده مفيش أحمد العش، وزد طلب مش عارف 60 مليون، زد طلب 70 مليون. لا زد أصلا ما تفاوضش مع النادي الأهلي على أحمد العش. وأخبار كتير وأخبار يعني كلها سيئة وكلها تدل على إن الملف ده يدار بعشوائية، سواء من إدارة الأهلي أو من لجنة السكاوتنج اللي معرفش مين فيها أصلا، ومحدش يعرف إيه لجنة السكاوتنج في الأهلي دي بتعمل إيه ورشحت مين وجابت مين. فطبعا كارثة. فيعني ده مش منظر قايمة النادي الأهلي يخش بيها ماتش بكرة. انت ماتش أورلاندو اللي فات انت بتلعب بتمانية نص ملعب في التشكيل، بتلعب بكوكا باك ليفت، بتلعب بعمر الساعي اللي هو نص ملعب وينج، بتلعب بإمام اللي هو نص ملعب وينج، ولما الدنيا أزمت معاك دخلت إمام مهاجم. فيعني كولر رغم ان هو طبعا عنده مشاكله وعنده عيوبه، ولكن كولر لا يلام. كولر يلام في حتة بسيطة جدا، مشاكل فنية. وبرضه ما تقدرش تحكم عليه في المشاكل الفنية دي قوي بسبب ان هو ما عندوش لعيبة، سواء لعيبة هو طالبها سواء لعيبة مش طالبها، هو ما عندوش اصلا لعيبة. يعني نتكلم في ماتش بكرة، انت عندك اتنين مهاجمين حمزة عبد الكريم وسمير محمد، آه يعني الاتنين عمرهم ما لعبوا ماتش في الدوري تقريبا كامل. وحتى لو بكره قد وحش انت مش تقدر تقيمهم تقول عليهم لعيبه كويسه لعيبه وحشه، لان ماتشات الدوري مختلفه طبعا عن ماتشات الناشئين، وهم اكيد هيكونوا مضغوطين ومش مركزين التركيز 100%، ومش متعودين على رتم الماتشات الفريق الاول في الدوري. ف فيعني ربنا يكون في عون كولر بسبب المشاكل اللي في الفرقه. آه، بس يعني فالواحد طالع يقول الكلمتين دول يعني استغرابا، وبيقول لك في كلام ان الاهلي يتعاقد مع مهاجم سلوفيني اسمه نيج حاجه سجردار، اسم صعب كده. ولكن الاهلي مش محتاج مهاجم بس، يعني انت بكره طبعا الاهلي محتاج مهاجم، بس الاهلي محتاج مهاجم، محتاج نص ملعب، محتاج قلب دفاع ثالث.
مع ربيعة وياسر، قلبين دفاع كمان، لأن ربيعة وياسر الاتنين مع بعض جنب بعض في دفاع الأهلي كارثة دفاعية في التمركزات. الاتنين يعني مع بعض في الدفاع مشكلة في دفاع النادي الأهلي. وشفنا ده الماتش اللي فات في ماتش أورلاندو، وشفناه قبليها في ماتش استاد أبيجان، ونشوفها في ماتشات الدوري سواء في الكورنرات اللي بتيجي على النادي الأهلي، في الكور الثابتة اللي بتيجي على النادي الأهلي. فدي مشكلة كبيرة. ف... فزي ما قلنا الاهلي محتاج تقريبا قلبين دفاع، غير ان يوسف ايمن طبعا بيقول لك ان هو هيقطع اعارته بسبب ان هو مستواه الفني سيء، غير ان هو زعلان ومش عايز او عايز يرجع. الدحيل القطري عايز يرجع يقطع اعارته ويرجع الدوري القطري مره اخرى. وطبعا كده كده هو لو فضل مكمل مش هيلعب مع كولر، بسبب ان كولر مش مقتنع بيه، وغالبا هو اللاعب فعلا مستواه مش كويس. فالنادي الأهلي مش بخير، وإدارة الأهلي لسه نايمة، وفاضل في يناير حوالي 9 أيام، والقيد الأفريقي قرب يقفل. وطبعا القيد المحلي في مصر ممدود ل7 فبراير. بس يعني انت لو جبت لعيبة في القيد المحلي وما قيدتهمش أفريقيا، انت هتعمل ايه في دوري أبطال أفريقيا اللي انت داخل فيه في المعمعة بقى، داخل في دور الثمانية، اللي انت مرشح انك تقابل فيه واحد من الجيش الملكي المغربي، فرقة عاملة موسم كويس جدا في دوري الأبطال، وصعدت أول على حساب سان داونز في مجموعة كانت نارية. الترجي اللي أنت مقابله في فاينل أفريقيا السنة اللي فاتت، والفرقة السنة دي أحلى من السنة اللي فاتت بكتير، ورجعوا يوسف البلايلي وعندهم مهاجم خطير جدا. ممكن تقابل الهلال السوداني، الفرقة اللي أنت طبعا كل ما تلعبها بتبقى ماتش رخم بقى، سواء بقى في الأحداث اللي حواليه مع الهلال. بتروح ملعبهم اللي في السودان، طبعا احنا مش هنلعب في السودان لو هنلعب الهلال بسبب المشاكل اللي في السودان، ولكن هي فرقة إجمالا رخم. فنتمنى إدارة الأهلي تفوق، ونتمنى إدارة الأهلي تتحرك، ونتمنى نشوف في أي حاجة جاية الفترة الجاية للنادي الأهلي، علشان وضع الأهلي مش كويس، والنادي الأهلي بيعاني، وإدارة الأهلي نايمة. سلام.